بصي لي بقى على الكريب الخطير ده. معمول من ايه؟ كوبايه دقيق على كوبايه ميه، وحطي كله في الخلاط. هتلاقيها رشه سكر، مش رشه ملح كبيرها يعني. 4 مكونات بس هتعمليه. طيب هتقولي لي هحط ايه بقى لو مش عايزه احط سكر؟ حطي ربع معلقه تلج برتقال. تمام كده. بس او ربع كوبايه حاجه ساقعه. ورجي يعني اضربيهم ضربه كويسه ونزلي التكتلات. حطيهم في الخلاط. هتلاقي معاكي كريب. احشي بقى بطاطس، جبن، لحمه، شاورما لحمه، شاورما فراخ، كاتشب، مايونيز، جبنه موتزاريلا. احشي اللي انت عايزاه. انا هنا كنت حاطاله كفتة، يعني مقطعة صوابع الكفتة كده مع بطاطس، كاتشب، مايونيز. وطبقيها التطبيقة العسل دي، وحطيه. منزله لكم فيديو كامل على القناة ازاي تعملي الكريب وكل تفاصيله. اتمنى تتابعوني. ولو اول مرة بتشوفيني بقدم محتوى سهل وبسيط، اتمنى تشجعيني. تمام كده. وبتحطي بقى على طاسة، تصبيه على طاسة الكريب. تبدأيش تحطي ايدك فيه وتحركيها الا لما تستوي وهي ترفع نفسها من الطاسة. عملتيها، ابدأي بقى احشيه. اقلبيه على الناحية التانية واحشيه الحشوة اللي انت عايزاها، وطبقيه كده 4/4. هيبقى خطير. شايفة الجمال؟ حطي فلفل، حطي طماطم، حطي بصل اختياري. اي حاجة من دول اختياري. تقدري تستبدليها بحاجة تانية، تقدري تستبدليها. احشي الحشوة، احشي صدق، اعمليه عيش سوري. انا منزله لكم فيديو كامل ازاي تعملي الرقاق الطري. الرقاق الطري ده ينفع صينيه رقاق باللحمه المفرومه، ينفع كريب، ينفع السوري. يعني خطير. ولو عايزه تكليكه رقاق طري كده مع اي حاجه، تقدري تحطي معلقه سمنه وانت بتضربيه في الخلاط، او معلقتين زيت. بيبقى خطير وتحفه. شايفة الجمال؟ حطي بقى جنبه اي حاجة، مخلل، كاتشب، مايونيز. في النهاية اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. سلام.